تخيل كده معايا موبايل ببطارية 7000 ملي أمبير وشاشة سطوحها 6000 نتس ومعالج من أقوى الموجودين دلوقتي وبيشحن من 0 ل 100% في أقل من 40 دقيقة. ده مش خيال يا عم، ده فعلا اللي عملته ريلمي في موبايلها الجديد جي تي 7. بس يا ترى كل ده هيكمل مع الكاميرات الكويسة، أداء مستقر، ولا في عيوب مستخبية؟ في الفيديو ده هقول لك على كل حاجة عن الموبايل ده من غير لف ولا دوران. ركز معايا علشان ممكن ده يكون موبايلك الجاي فعلا. يلا بينا نبدأ، بس قبل أي حاجة انزل دلوقتي اضغط لايك للفيديو عشان هو اللي بيحمسنا، وكمان اشترك معايا في القناه ما كنتش مشترك. ويلا بينا نبدا على بركه الله. اول حاجه التصميم. الموبايل تصميمه بسيط وشيك، والكاميرا وراه كبيره ومربعه كده، وكاتب جنبها كلمه هايبر ايمج بلس، وكمان مكتوب ريلمي من تحت كده في النسخه خاصه بتصميم جامد جدا ومعموله مع فريق ستون مارتن اراموكو بتاع فورمولا 1. النسخه دي اسمها جي تي 7 دريم اديشن، لونها جامد والظهر بتاعها من الزجاج، وكمان مقاوم للميه والاتربه بمعيار الاي بي 69. الموبايل وزنه 206 جرام، وده خفيف مقارنه بباقي الموبايلات. الشاشه هنا حجمها 6.78 انش، ودي شاشه اموليد بدقه عاليه جدا 1.5 كي، وبتدعم معدل تحديث 120 هرتز، يعني السلاسه مضمونه. وفيها تقنيه التيبو اوم، يعني الشاشه بتقلل وتزود الهرتز لوحدها علشان توفر بالبطاريه. السطوع بيوصل ل 6000 نيتس، هتشوفها الشاشه تحت الشمس بكل وضوح. والالوان فيها تحفه، بتدعم ال اتش دي ار 10 بلس من دولبي فيجن. البطاريه والشحن. البطاريه هنا 7000 ملي امبير، هتكمل بيها اليوم براحتك حتى لو بتلعب طول اليوم، وبيشحن 120 واط، يعني من 0 ل 100% في حوالي 40 دقيقه بس. كمان بيدعم الشحن العكسي واللاسلكي. والصوت هنا فيه سماعتين ستيريو، واحده فوق وواحده تحت. الصوت نقي وجامد، وبيدعم الدولبي اوتوماس، يعني هتستمتع بالصوت سواء في الالعاب او في الافلام. الاداء والمعالج. المعالج اسمه دينمستي 9400 بمعيار ال 4 نانومتر، يعني موفر وسريع وقريب جدا من اداء سناب دراجون 8 جيل ثالث. معالج الرسومات مالي جي 720، وبيجي مع 3 اختيارات للرامات والتخزين: 12 جيجا رام مع 256 جيجا مساحه، و12 جيجا رام مع 512 جيجا مساحه، و16 جيجا رام مع 512 جيجا، والتخزين من نوع يو اف سي اي 4. والموبايل كمان بيجي بنظام تبريد قوي جدا اسمه ايس نايس ديزاين، وفي طبقة جرافين كبيرة بتساعد في توزيع الحرارة. تجربة الألعاب. الموبايل ممتاز جدا في الألعاب، بس بعد فترة لعب طويلة الموبايل ممكن يسخن شوية، بس عادي الأداء بيفضل ثابت، والتجربة على العامة ممتازة جدا جدا. النظام هنا الموبايل بيشتغل بريني يو اي 6 على اندرويد 15، وبيدعم مميزات الذكاء الاصطناعي زي تعديل الصور والمحاكاة الذكي. الكاميرات هنا الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل من سوني، وبتصوير فيديو بدقة 4K ب 60 فريم، وفيها دولوبي فيجن. كمان فيها وضع تصوير تحت المية. والكاميرا الثانية للتقرب برضه 50 ميجا بكسل، والثالثة واسعة 8 ميجا. والصور في النهار جميلة جدا والتفاصيل حلوة، وفي الإضاءة الضعيفة الجودة حلوة برضه. الكاميرا السيلفي 32 ميجا عادية شوية، بس لون البشرة كويس. والمميزات الإضافية هنا بيدعم الواي فاي 7 والبلوتوث والان اف سي، و3 سنين تحديثات اندرويد، و4 سنين تحديثات امنية. باختصار كده موبايل ريلمي جي تي 7 موبايل جامد، فيه تصميم شيك مقاوم للمية، وشاشة ممتازة، وبطارية عملاقة، وشحن سريع جدا. الصوت نظيف كده، والكاميرات محترمة، والأداء ممتاز. بس العيب الوحيد إن الكاميرا السيلفي مش الأفضل، وكمان سعره عالي شوية في أوروبا حوالي 850 دولار، لكن في الهند أرخص شوية حوالي 468 دولار. لو نفسك في موبايل أداء عالي وشاشة قوية وبطارية جبارة، يبقى ده اختيار ممتاز ليك. وقول لي في الكومنتات إيه أكتر حاجة عجبتك في الموبايل، وما تنساش اللايك والسبسكرايب بتاعك، وأشوفكم في الفيديو الجديد، ويلا سلام.